اسمها الحقيقي أدرية محمد شريف. اتولدت في 20 أغسطس سنة 1929 في تركيا، وجت ولادتها تزامنا مع اعتقال جلال بابار. فهربت عيلة لالار أشقائها وشقيقاتها إلى مصر تاركين وراءهم خالهم في سجون تركيا، وجات إلى مصر مع والدتها وبدأت تبحث عن عمل لكي تصرف على نفسها وعلى والدتها، فلم تجد سوى وظيفة كومبارس في السينما. والمخرج أنور وجدي وعرف بظروفها فضمها للمجاميع ككومبارس. وفي أول ظهور في السينما المصرية في فيلم قلب دليلي بطولة الفنانة ليلى مراد، فأحبت العمل في السينما وعشقت هذا المجال، وقامت بتغيير اسمها من أدرية محمد شريف إلى أدرية كامل، وده اسمها كفنانة على تترات جميع الأفلام اللي اشتغلت فيها. أخدت أول بطولة مطلقة في فيلم هو في صحتك. عملت سنة 1955 في فيلم نحن بشر مع الفنانين هدى سلطان ودرية أحمد وعلوية جميل وإخراج إبراهيم عمارة، وقامت فيه بدور أم ربيع. أعجب بأدائها المخرج والمنتج حسين فوزي، فعرض عليها البطولة لأول وآخر مرة في فيلم في صحتك في نفس العام سنة 1955، فقامت بدور زوجة عبد الفتاح اللي قام به الفنان فهمي إمام. في أول بطولة وآخر بطولة لها أيضا في السينما المصرية، اللي كان بيعيش حياة مستقرة إلى أن أدمن شرب الويسكي وأصبح مدمن، فانقلبت حياتها إلى جحيم. وأدت الدور ببراعة، وشاركها الفنانين حورية حسن اللي قامت بدور بنتها والمطرب محمد أنديل، وقام بإخراج الفيلم عباس كامل وأنتجته شركة أفلام حسين فوزي. اتجوزت من الفنان محمد كامل أثناء عملها مع الفنان محمد كامل، اللي اشتهر في السينما المصرية بأدوار النوبي والسفراجي والبواب. نشأت بينهم قصة حب وتحولت لزواج، وعلمت بزواجه فطلبت الطلاق، وكانت قد اندمجت في الأدوار السينمائية كلها أدوار صغيرة لا تليق بموهبتها الحقيقية، ولكنها لحبها وعشقها للفن انغمست في أداء أي دور بيعرض عليها. ووصل إليها أخبار مؤكدة بأن زوجها الفنان محمد كامل اتجوز عليها فطلبت منه الطلاق فورا، وحاول أن تصفح عنه ويقوم بطلاق زوجته التانية لكنها رفضت. خرج خالها من السجن في تركيا وعرض عليها منصب وزير كبير في الحكومة التركية، فأرسل إلى أشقاء وشقيقاته بالعودة إلى تركيا والعيش معاه في قصر يمتلكه، حيث رجعت إليه أملاكه عند سجنه. فرجع العديد من أشقائها وشقيقاتها، لكنها رفضت الرجوع إلى تركيا لأنها أحبت المعيشة في مصر وأحبت التمثيل في الأدوار الفنية اللي بتعرض عليها، من قلة مساحة أدوارها السينمائية إلى أنها كانت بتستمتع بأدائها. وبتقول: لا أستطيع أن أخرج من مصر وقد وجدت فيها نفسي، وليس المهم حجم الدور ولكن المهم أن أجد قبول لدى المتلقي من عشاق الفن. قامت بأكثر من 100 عمل سينمائي وتلفزيوني من سنة 1947 حتى وفاتها سنة 1996. قامت بأكثر من 100 عمل للسينما والتلفزيون، وكلها أدوار ثانوية أو أدوار تانية أو أدوار مساعدة، ولكنها كانت بتؤديها وهي مبسوطة ومقتنعة وعندها حب شديد لأداء أي دور مهم كان حجمه على الشاشة. وبتقول: ليس مهم حجم الدور ولكن المهم الإجادة في أدائه. ومن أشهر أدوارها السينمائية الشيطانة الصغيرة، شمس لا تغيب، نساء وذئاب، ملك وشيطان، المراهقات، الغجرية، أبو الليل، عنتر بن شداد، دماء على النيل، شهيدة الحب الإلهي، والليلة الأخيرة، والحسناء والطلبة، والطريق، ونفوس حائرة، وابن الشيطان، وشلة المراهقين، وشياطين إلى الأبد. تعرضت للمرض في آخر أيامها، وسرعان ما توفت في هدوء تام وبدون أي شوق إعلامي ولم يسأل عنها أحد. ورحلت يوم 9 إبريل من عام 1996. رحلت بجسدها فقط، أما أعمالها السينمائية والتلفزيونية تظل خالدة في زمن الفن الجميل. الله يرحمها ويتقبلها عنا.